انا ازاي قدرت اطور الانجليش بتاعي في 4 شهور ودخلت انترفيوهات واتقبلت في شغل. اول حاجه احب اطمنك ان الانجليش ده لغه تافهه جدا واوضه وصاله حرفيا. ولو انت قعدت 4 شهور فعلا او 6 شهور بالكتير، لو انت صفر 6 شهور بالظبط، انت مش محتاج اكتر منهم في الانجليش، لان هي لغه تافهه جدا. لو انت لسه مبتدئ جدا في اللغه وما تعرفش اي حاجه فيها، فانا لازم اطلب منك الحاجات الممله، لازم اطلب منك انك تعرف الحروف، الارقام، الحاجات اللي هي بيزكس اي لغه. وعايز منك تعرف زمانين: المضارع البسيط والمضارع المستمر والماضي البسيط. بس دول بس، انا عايزك تعرف دول بس. انت مش متخيل الثلاثه اللي انا لسه قايلك عليهم دول هم نص الجمل اللي انت هتختبرها في حياتك او هتكونها. اشطر حد هيعلمك البيزكس بطريقه سهله ولذيذه هو ابراهيم عادل. يا جماعه ابراهيم عادل، انا بصراحه اتعلمت على ايد ابراهيم عادل بصراحه، ربنا يبارك له، وبجد شرحه سلس وجميل وهيبسطك جدا. خش وشوف البيزكس. بعد ما تعرف شويه البيزكس دول، انا عايزك تنط في الغريق. انا مش عايزك تقعد تذاكر وتكتب انا عايزك تنط في الغريق. انا عايزك تستخدم شويه البيزكس اللي انت عرفتهم في خلال شهر او شهرين، اصلا هتكون لميت الكلام ده، انك تبدا تتكلم. انت مش هتعرف تتطور في الانجليش من غير ما تتكلم. طب هنتكلم ازاي يا دكتور عبد الرحمن؟ عن طريق حاجتين. اول حاجه بالابلكيشنز، عندك هيلو توك، عندك لينك باي، عندك دي ببلاش لو انت بقى غني ومعاك فلوس. عندك كامبلي، نط في كامبلي. انا عارف ان هو غالي شويه، بس راح استخدمت كامبلي واشتغلت عليه، وده اللي طور مني الانجليش بجد وخلاني اطير في المستوى واختصر على نفسي حاجات كتير. انت مش المذاكره اوكي، الليسننج حلو جدا، بس انت هتفضل تسمع، هتبقى فاهم الكلام اللي بيتقال بس مش عارف تطلع كلام. لازم تبدا تطلع كلام، اوتبوت. اللغه عباره عن انبوت واوتبوت. انت عمال تحط في عقلك انبوت من غير اوتبوت، انت ما بتعملش اي حاجه. فنط في الغريق، ابدا اتكلم. نزل لينك باي، عندك هيلو توك، خش واتكلم واكسر الخوف اللي عندك ده. وفي حاجه انا كنت بعملها، خليك مؤدب، ان مصر مليانه اجانب يا جماعه، وكل الاجانب بيتكلموا انجليش تحفه. فمفيش اي مانع ان انت تخش تتعرف عليهم، لو بس بادب طبعا، وتستاذنهم وتعرض عليهم المساعده، ولو هم محتاجين منك حاجه اتكلم معاهم. هم بيبقوا طواقين ان هم يتعاملوا مع لوكالز ويتكلموا وياخدوا ويدوا وعايزين يتبادلوا ثقافيا. فانزل واتكلم معاهم. جماعه مغرقين، السياح مغرقه وسط البلد، فروح واتكلم معاهم، وهم لذاذ جدا على فكره. فاهمني؟ بس خليك مؤدب، ابوس ايدك ما تفضحناش برضه. عشان يبقى فيديو كامل، الليسننج بتاعك ممكن عن طريق حاجتين. عندك هاي ليفل انجلش حلو جدا جدا. برضه تاني بودكاست انا بحبه جدا، مش هيطور لك الانجليش بس، هيطور لك عقلك حتى، وهو البودكاست بتاع جاي شيري. جامد جدا جاي يا جماعه. انت بتفهم انجليش وبتتعلم حاجه وبيتكلم في كل حاجه، مواضيع اجتماعيه، طبيه، كله موجود عند جاي شيري. جامد جدا يا جماعه. دي الوصفه، مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج كورسات، مش محتاج اي حاجه. انت محتاج بس انك تاخد البيزكس، تسمع البودكاست ان كان هاي ليفل انجلش او جاي شيري، وتبدا ان انت تمارس، تسبيك. في خلال اقل كمان من 6 شهور هتكون قادر انك تمسك كونفرزيشنز كتيره جدا وتتعامل. والله يا جماعه في ناس عند الهرم الانجليش بتاعهم بجد انت تسمعه بص يأذي ودنك، بس هو بيتكلم بثقة وبيتعامل مع الاجانب، فتلاقي ان الانجليش بتاعه تحفة والناس بتفهمه، والناس مبسوطة بيه جدا جدا. ف انجليش تافه يا جماعة، والله العظيم تافه، فاخلصوا منه. كل الناس دلوقتي بقت بتتكلم انجليش، ما ينفعش انك ما تكونش بتتكلم انجليش دلوقتي. انت المفروض يكون معاك انجليش، ونحاول بقى ندور على لغة ثالثة بقى نضيفها. فاهمني؟ تجربتي انا بشاركها معاكم. انا ما رحتش كورسات انجليش، ما عمري ما دخلت كورس انجليش. كل اللي انا عملته، عرفت بيزكس، اتكلمت كتير جدا جدا، كنت بسمع بودكاست كتير جدا، بس شكرا. وسبيكينج. لا يا عبد الرحمن، طب وبقيه الازمنه؟ استخدم الجونكس، استخدم القوالب. قوالب، انت بتاخد الكلمه كده بالقالب بتاعها بالزمن بتاعها وتحفظها. قولب كل الازمنه الباقيه، ماضي تام مستمر، ماضي ما اعرفش ايه تام مستمر. انا عمري ما ذاكرت الازمنه دي، بس بعرف استخدمها كويس جدا بتشانكس. بحفظ استنباط، والله العظيم بحفظ استنباط مستخدمه وبعيش بيها. واحده واحده هتبدا انك تارتكوليت الكلام مع بعضه عادي. بالليسننج، بالسبيكينج هتارتكوليت. يعني ده مصيرك، انك هتعرف تتكلم انجليش طول ما انت بتسبيكينج، بتليسننج، عارف البيسكس. خلاص شكرا.